سلام خاوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة يا رب. جبت لكم واحد الوصفة تاع الفريكاسي تونسي، روعة روعة روعة. اللي حبت غداء خفيف تبع الوصفة. شوفوا، هنا عندي 3 كيسان من هذا الكاس. هذا كاس الجازوز ولا كاس القهوة وحليب، ولا اللي يكونوا كبار شوي ليسونسيال. 3 منه فارينة، وكاس تاع تاي زيت. نعاود 3 كيسان فارينة وكاس تاع تاي زيت. 3 كيسان تاع جازوز تاع ام وليد، وكاس زيت تاع كاس تاع تاي زيت، ومغرف كبيرة، مغرف ونص خميرة الخبز. وندير يعني مغرف صغيرة تاع ملح، مغرف صغيرة ملح ولا مغرف ونص ملح. هنا هذه درت تقريبا مغرف صغيرة تاع ملح مملوءة، مغرف صغيرة تاع ملح مملوءة، مع مغرف كبيرة سكر. هاي مغرف كبيرة سكر، ومن بعد نلم كامل مع بعضها. اللي عندها بيضة ثاني، حبة بيض دير حبة بيض قبل، يعني قبل هاد المرحلة. تبسي الساع، انا درت زوج مغارف تاع سكر. بسي الساع هاد المقادير هذو مع بعضاهم. بسي الفارينة بالزيت مليح، ومن بعد ديري حبة البيض، وديري يعني نصف كاس ماء. انا درت ماء خاطر ما عنديش البيض، درت كاس ماء. حتى بلا بيض جات روعه، يعني ما ديريش البيض. كاس ماء، كاس عادي اللي تشربي فيه الماء هذاك. كاس ماء يعني 3 كيلات فارينة وسكر، مغرف سكر، وكاس تاي زيت، ومغرف صغيرة ملح. وتخلطي كلش مع بعضها بالماء. هاي تعجنيها، لازم تكون العجينة متلاصقة مع بعضها، تكون متلاصقة هك، تكون تتلاصق، تكون تتلاصق مع بعض، يعني تكون عجينة متلاصقة في الأيدي، باش تجيك يعني هبال تاع الدنيا كما قالها ليسونسيال. كملي عجنيها كيما هكا، ما تزيديلهاش الماء، راهي مريقلة. بهاد المقادير اللي عطيتهم لك راهي تجيك مريقلة. دخلي مليح العجينة في بعضها، عجنيها عجنة مليحة، يعني مش عجنة كبيرة، بصح عجنيها انك يعني تدخليها في بعضها كيما هذه هكا. شفتي كيف راهي تتلاصق؟ غطيها بكيس تاع بكيس بلاستيك، وخليها ترتاح. هنا شوطت الفلفل والطماطم، فلفل حار والطماطم شوطتهم باش ندير حميس، باش نحشي به الفريكاسي نتاعي. ومن بعد ما خليت العجينه ارتاحت وخمرت، جيت درت الفارينه هنا في الصينيه ولا سطح العمل اللي تعملي اللي تراكي تخدمي به. رشي الفارينه، رشي كميه معتبره تاع فارينه، وحلي الى عندك حله الحلي. انا ما عنديش حله، الحليت غير بايدي، يعني ما يحتاجش اصلا. حليت غير بايدي. وكي تحليها خليها شوي خشينه العجينه، خليها يعني فيها 1 سنتيم، 1 سنتيم يكون خشين شوي، يعني 1.5 سنتيم تكون شويه خشينه، باش كي تقليها تجيك مفشفشه يا مدام. ليسونسيال. هنا درت الطابع هذا، استعملت الطابع هذا الكبير، استعملت الطابع الكبير باش يعني تجي حبة باهية، تجي حبة ملبلبة كيفك يا مدام. المهم، هنا هاد العجينة ما ترميهاش، العجينة تعاودي تخليها ترتاح وتعاودي تحليها نفس ال يعني نفس الطريقة تخدمي بها. هنا جاتني كمية مليحة، كمية لاباس بيها. قمت غدانا واحد 20 ولا 22 حبة، وما زالت العجينة، يعني ما زالت قيمة 3 حبات ولا ربع. هنا يكون الزيت سخون، تخليه ما تخليه ملي يرتاح الاول، ما بين طبعتي يعني ما بين شكلتيهم، تجي تخلي الزيت يسخن ومن بعد تحطيهم. كي تشوفيهم بداو يحمروا بزاف، نقصي على النار، ما تخليش النار قوية يعني يتحرقوا لك يعني. المهم، شوفوا كيفاه جاو روعة، غير يحمر ونحيهم. ديريهم في كاش طرشونه كيما كا، ولا عندك بابي تاع يمص الزيت ولا هكا، خلي الزيت وغطيهم باش ما يبسولكش، وخليهم يتمص الزيت نتاعهم. ومن بعد بدا قصي هذاك الجنب هذاك بالمقص ولا بموس، اللي عندك موس ماضي،
ومن بعد تبداي تحشي الله، يعني يحشي عديانك. يا ربي، ليسونسيال. هنا تحشيهم بالحميس والبطاطا مقليه. كنت قليت البطاطا ودرت الحميس كما شفتوه معايا. المهم باش ما يطولش الفيديو برك، ما حبيتش نوريكم هذيك التفاصيل تاع الحميس والبطاطا وهكا وهكا وهكا، على خاطر هادو كامل نعرفوهم وباينه، يعني حوايج باينه. شوفوا كيفاش جات فارغه، شفتوا كيفاش جات فارغه من الداخل، تجي فارغه ومفشفشه. شوفي درت الحميس وندير فيها شويه بصل، شويه بطاطا مقليه وطو تاع زيت تاع طماطم ليسونسيال اللي عندك، الحاجه اللي جات في الدار. انا هذا واش نحتاج، هذا واش عندي يعني في الدار. والفرماج يعني كنت نلم فيهم هادو، راني ماهوش جيت بدفعه، كنت نلم فيهم، يعني نلم في شويه طو بطاطا بصله وبطاطا وفلفل عندي. اما طو الفرماج يعني كنت نستنى فيهم كي جاوني خدمت. أه المهم انا درت هذيك الطرشونه هذيك، بس مصت لي الزيت كامل، يعني ما همش مزيتين تقولوا راي تاع الزيت مزيت، والله ما هم مزيتين، على خاطر درتهم في هذيك الطرشونه هذيك، مصت لهم كامل الزيت. المهم حشيتهم بهذه الطريقه وعطيتهم لولادي يتغداو بهم. نتمنى تجربوهم، راهي تجي روعه وبنينه بنينه هايله. شوفوا كيفاه، نتمنى تجربوهم، تدخلوا لقناتي تعملوا سبسكرايب باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونتمنى ما تنسونيش باللايكات والتعليقات. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، ان شاء الله جربوها والله ما راحين تندموا. شوفوا حبه في كاسي انا كليتها ربعه، وبناتي صغار كلاو ربعه والله العظيم. ربي يحفظهم ان شاء الله، جربوها هايله هايله هايله، ما كمش رايحين تندموا. وهذا يعني تابعوني وتفرجوا الفيديوهات نتاعي حتى الاخير باش تعاونوني في السوايع. خواتي ربي يحفظكم. شوفوا حبه فيطاجو مع هذه فريكاسي، شهيتكم في الجنه خواتي. روعه 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 روعه. باي.